الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا أرسل الرسل والأنبياء إلى عباده ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فيهدي الله جل وعلا من شاء، ويضل سبحانه وتعالى من شاء، ممن علم سبحانه وتعالى خراب قلبه وعدم صلاحيته للإيمان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. معاشر المسلمين، خلق الله جل وعلا الإنس والجن لأجل أن يعبدوه ويقيموا أمر التوحيد، فقال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معاشر المسلمين، إنه من الواجب على كل أحد أن يتعلم كيف يوحد الله جل وعلا، وكيف ينتهي عن الشرك، ويتعلم الأمور التي تجوز في حق الله والأمور التي لا تجوز إلا لله جل وعلا، فيعبد الله جل وعلا العبادة التي تجب، وينتهي عن كل لفظ أو كل فعل علم أنه من الشرك بالله جل وعلا. ينبغي على المسلم أن يكون غيورا، ولقد علمنا الله جل وعلا من صنيع ذلكم الهدهد كيف أنه غار، وكيف أنه أنكر المنكر العظيم. قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، هنا النكير. أنكر هذا الهدهد على هؤلاء أنهم يسجدون لغير الله جل وعلا، وهو الذي بيده الأمر كله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض
ويعلم ما تبدون وما تخفون. نعم معاشر المسلمين، إن العباد ينبغي أن يعلموا أن من الواجب عليهم أن يتعلموا كيف يوحدوا الله جل وعلا. ولما قصر المسلمون في مثل هذا الواجب صار كثير من الناس لا يدري كيف يعبد الله جل وعلا وكيف يوحد الله. فإذا سألتهم ما معنى هذه الكلمة التي يرددها الناس صباح مساء، لا إله إلا الله، لقال إن معناها لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. وهذا الفهم منا خطأ كبير في معرفة معناها. لقد فطن إلى معناها الحقيق مشركو قريش الأوائل لما أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله جل وعلا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. إن المشركين الأوائل كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء الذين كانوا يعبدون مع الله الأصنام ويعبدون مع الله الشمس والقمر كانوا يدركون حقيقة أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله. فما هو معنى هذه الكلمة العظيمة التي يرددها الناس صباح مساء؟ إن معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دونه عبد بباطل. هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد. معاشر المسلمين، إن طوائف عدة ممن تزعم التوحيد وتزعم أنهم على كلمة لا إله إلا الله، فإنهم ينقضونها في صباحهم ومسائهم، وبعد ليال بسيطة في 13 من هذا الشهر، في 13 من شهر ربيع الثاني من كل عام، يحج إلى قبر العيدروس أناس عدة من نواحي البلاد، وبعضهم ربما أتى من خارج البلاد، ربما أتوا من الهند، وربما أتوا من إندونيسيا، وربما أتوا من غير تلك البقاع. كل ذلكم من أجل تمجيد قبر العيدروس. معاشر المسلمين، نسأل هؤلاء: ما معنى هذا الحج الذي يقولون فيه شيل الله يا عيدروس، شيل الله يا محيي النفوس، هكذا شيل الله يا شمس الشموس؟ جعلوا العيدروس في مقام الرب سبحانه الذي يحيي النفوس والذي يعطي ويمنع ويشفع ويشفي، وهكذا غير ذلك ممن يطلب منه من الأمور التي لا تليق إلا بالله جل وعلا. إن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا أقوامهم فقالوا لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الأنبياء والرسل منذ لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو الناس إلى أن يفردوا الله جل وعلا، فلا ينذروا إلا لله، ولا يذبحوا ذبح العبادة إلا لله، ولا يخافوا إلا الله، ولا يستغيثوا إلا بالله، ولا يستعينوا إلا بالله، ولا يعطوا أي مخلوق كائنا من كان صفة من صفات الخالق البارئ
هذا هو التوحيد الحقيقي. أما أن تزعم أن شخصا ما مهما كانت مكانته ومهما كان ماذا منصبه أن تجعله مع الله جل وعلا ندا، فإن هذا خطير، فإن هذا معاشر المسلمين خطير، لأن المسألة جنة ونار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين لا من الضالين ولا المضلين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغرس شجرة التوحيد في قلب كل مسلم، وحرص أصحابه عليهم رضوان الله على تلقي العلم وعلى السؤال عن دينهم. يسألون أهل الفضل ويسألون العلماء الربانيين. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عالم من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوجه بالسؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعظم ذنب يعصى به الرب سبحانه. فقال عليه رضوان الله: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ لو سألتك سؤالا أو سألتك هذا السؤال: ما هو أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا على أرضه؟ فإن كثيرا من الناس ربما ذهب ذهنه إلى القتل وهو عظيم، وبعض الناس قد يذهب ذهنه إلى الزنا وهو عظيم، وبعض الناس قد يذهب ذهنه إلى شرب الخمر والمخدرات وهو عظيم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا أي تجعل لله عز وجل مثيلا تماثله بربه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال عبد الله بن مسعود: إنه لعظيم. قال: ثم قلت: ثم أي يا رسول الله؟ أي ما هو الرتبة التي بعده؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال: ثم قلت: أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني بحليلة جارك أي تزني وتستمر بالزنا مع زوجة جارك، الجار الذي جعل الله جل وعلا له من الحقوق ما تعلمون من الحفظ ومن الاحترام ومن التوقير، تكون من أعظم الخيانات عند الله جل وعلا. فانظروا معاشر المسلمين إلى هذه الذنوب العظيمة التي رتبتها الأولى والأعظم التي لا يماثلها عظم، أن تجعل لله جل وعلا ندا مثيلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم معاشر المسلمين، إن جهل الناس بحقيقة التوحيد هو الذي جعلهم يذهبون إلى عبادة غير الله ظانين أن هذه ليس من العبادة. ولذلك لو سألت هؤلاء الصوفية أتباع وعباد العيدروس: لماذا تعبدون العيدروس وتأتون إليه حجيجا من كل مكان؟ لقالوا: إن نحن لا نعبده
وإنما نستشفع به عند الله جل وعلا ونتقرب به عند الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء أو أمثالهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتعلموا معاشر المسلمين كيف توحدون الله جل وعلا، وكيف أنه ربما يقع الإنسان في الشرك الأعظم وهو لا يشعر ولا يدري. وأضرب مثالا معاشر المسلمين من واقعنا حتى نعلم أن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة التوحيد. إن الحلف بغير الله جل وعلا من أعظم العظائم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بالأمانة فقد كفر أو أشرك. فكم بالله منا ونحن نسمع الجيران ونسمع الأقرباء ونسمع القريب والبعيد دائما وهو يحلف برأس الولد، ويحلف بتربة الوالد، ويحلف ماذا بكل معظم في صدره. أما علم هذا المسكين أن الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك به سبحانه قد يكون من الشرك العظيم الذي لا يغفره الله جل وعلا. وقد حدثت حادثة لا أقول حدثت بها، ولكنها حصلت في مجلسي إذ اختصم اثنان على أمر من الأمور، فقال أحدهما للآخر: احلف. فقال الرجل: والله كذا وكذا، والله كذا وكذا. فقال له المستحلف: لا تحلف بالله، احلف برأس ولدك فلان، احلف برأس ولدك فلان. وهنا نقول ونستوقف هذا المستحلف: لماذا تستحلفه برأس ولده؟ ألأجل أنك تظن أن هذا الولد أعظم في صدره من الله جل وعلا؟ فإنه إن اعتقد أن الولد في صدر أبيه أعظم من الله جل وعلا فإنه قد وقع في أعظم العظائم، ووقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. والله لا ينتفع هذا العبد بصلاة في الصف الأول، ولا ينتفع هذا العبد بصيام النهار، ولا بصيام رمضان، ولا ينتفع بزكاة يؤديها، ولا ينتفع بحج ولا عمرة ما دام أنه أشرك بالله جل وعلا. أليس هذا منتشرا معاشر المسلمين بين أوساطنا؟ كم منا من يحلف بالشباب، كم منا من يحلف بماذا؟ برأس أبيه وأمه. كم منا من يحلف بالشرف، كم منا من يحلف بالأمانة. أليس هذا منتشرا؟ والناس لا يدرون أن هذا مما لا يغفره الله جل وعلا إذا وقر في القلب أنه أعظم من الله جل وعلا. ولعل كثيرا من الناس لا يستشعرون أن هذا من عظيم الذنوب التي لا يغفرها الله جل وعلا. فتعلموا معاشر المسلمين التوحيد، تعلموا كيف تبتعدون من الشرك بالله جل وعلا. إن الواحد منا لن يعيش إلا مرة واحدة، فما بالك لو جئت يوم القيامة وإذا بك تفاجأ أنك تنحصر مع المشركين وأنت تردد في صباحك ومسائك لا إله إلا الله. قد يقول قائل: وكيف ذاكم؟ إن لا إله إلا الله لها نواقض كما أن للوضوء نواقض. ألست معي تقرر أنك إذا توضأت فغسلت رجلك اليسرى ثم خرج منك الريح أنك تقرر أن وضوءك ناقض، وأنك إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تستأنف الوضوء وتعيده؟ فكذلك لما تقول لا إله إلا الله ثم تأتي إلى الولد وتعظمه أعظم من تعظيم الله جل وعلا، ويقع في صدرك تعظيم المقبورين وتعظيم الأضرحة
وترجو منهم النفع، وترجو منهم دفع الضر، وتذبح لهم وتنذر لهم وتستغيث بهم في ماذا؟ في الكربات. اعلم أن هذا من أعظم العظائم التي لا يغفرها الله جل وعلا. ونحن والله في مقامنا هذا لنرجو من المسؤولين في هذه البلاد التي طهرها الله جل وعلا من الحوثي أن يقفوا وقفة ضد هذا الشرك الذي يحصل في عدن. نعم معاشر المسلمين، نهيب بالأخ المحافظ سلمه الله أن يمنع مثل هذا الأمر، ونهيب بكل مسؤول له وجه وله سلطة أن يقف في وجه هذا، فإن الله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من غار على التوحيد كغيرة هذا الهدهد فليبشر بالخير. أما الذي يقول دع الخلق للخالق ما لنا دخل، أهم شيء أننا نحن أهل توحيد ولا يضرنا من فعل ذلك، فإن هذا واهم، فإننا جميعا في سفينة لو غرقت لغرقنا جميعا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل طاعة، وأن يباعدنا وإياكم عن كل معصية. إن ربنا سمع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تميتنا على لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا الله أن تقبضنا موحدين. اللهم اقبضنا إليك أهل توحيد وإسلام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك فيما لا نعلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.